تعرف بحضرتك؟ انا جلال الدجالي منسق حمله مستقبل الوطن بكم حماده. النهارده كان الاستفتاء على الدستور يعني معاك. النهارده الحمد لله كان يعني يعتبر ما فيش اي مشاكل خالص غير في لجنه واحده اللي هي لجنه الكنيسه، لان القضاء اتاخر شويه، بس الحمد لله يعني جت وابتدت برضه بعد ميعادها متاخر شويه. ما فيش اي مشاكل في اللجان خالص، التامين كويس، الوضع الامني بالنسبه للبلد كويس خالص. الحمد لله الاقبال يعني بدا كبير الصبح، وبعدين بدا شويه كده، وبعد كده هيرجع ان شاء الله تاني خلال فتره المساء هيرجع تاني، وان شاء الله بكره هنبتدي نحشد ان شاء الله بحيث ان الاقبال يكون اكتر. وطبعا الحمد لله يعني احنا نقول كم حماده ان شاء الله هتطلع 99% بنسبه نعم واكتر كمان. حضرتك منسق حمله مستقبل الوطن؟ منسق حمله مستقبل الوطن كم حماده؟ ايوه ان شاء الله. طيب هي حمله مستقبل الوطن دي تبع مين؟ حمله مستقبل الوطن هي حمله على مستوى الجمهوريه كلها، شباب في شباب. المنسق العام اسمه محمد مصطفى بدران، ده رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر. استاذ عاطف نعيم في محافظه البحيره من منطقه البارود، وهنا ان شاء الله انا جلال ابراهيم. يعني الحمله بدات فكرتها ان احنا كنا عايزين نحشد لنعم الدستور، وعايزين نحشد للناس نفهمهم اكتر بالدستور. عملنا ندوات وعملنا فعاليات في كل مكان، عملنا في كم حماده وعملنا 15 فعاليه في يوم واحد. يوم الخميس اللي فات كانت على مستوى محافظه البحيره، ان احنا بندعي الناس ليه تقول نعم وليه تقول نعم. مين اللي بيمول حمله مستقبل الوطن؟ والله احنا لحد دلوقتي كلها يعني مجرد تبرعات، وتقريبا يعني تعتبر يعني ما هي يعني تبرعات. في معانا عربيات متطوعه، معانا افراد متطوعين، لكن الحمله يعني ما يعتبرش لها دخل ثابت لحد دلوقتي. هي ليها علاقه بحزب المؤتمر؟ لا مالهاش علاقه لا بحزب المؤتمر، بالعكس هي فيها حزب المؤتمر وفيها ناس من حزب الدستور وفيها ناس من حركه تمرد وفيها من كل الاحزاب ومن كل الحركات الموجوده في مصر. طب وهي ناويه تستقل بذاتها، يعني ناويه تعمل مثلا قائمه انتخابيه برلمانيه لا مثلا؟ لا لا احنا ما يهمناش كده، احنا ولا هي هدفها ايه بالظبط؟ احنا بدانا ان احنا هنكون حمله شعبيه وهنتنا حمله شعبيه، مش في فكرنا ان احنا نرشح للمحليات او للانتخابات او لاي حاجه. يعني احنا كان كل همنا دلوقتي ان هو الدستور، ان احنا هنشتغل على الدستور، ان احنا نعرف الدستور ونوعيه. بعد كده ان شاء الله باذن ربنا تعالى احنا ناويين نستمر على الارض، بحيث ان احنا هنشوف مين الافضل اللي موجود سواء في انتخابات رئاسه او انتخابات مجلس الشعب. نحاول نشوف مين الافضل ونحاول ان احنا ندعمه شعبيا على الارض. لكن احنا ملناش اي ولا لنا اي احلام سياسيه، احنا كلنا مناصب او كلنا اي حاجه، لا في مجلس الشعب ولا في اي حاجه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ تعرف حضرتك؟ احمد الميحة، امين حزب العدل بالبحيره. امين ايه؟ امين حزب العدل بالبحيره. اهلا وسهلا. حضرتك صوتت على الدستور؟ طبعا صوتت على الدستور؟ طبعا. يعني قابلتك صعوبات هنا في اثناء التصويت على الدستور؟ لا بصراحه العمليه التنظيميه عمليه عاليه جدا، في تنظيم من اول اللجنه من خارج اللجنه لغايه داخل اللجنه. في ناس موجوده تبع لجنه الانتخابات بتطلع الارقام للناخبين وبتساعدهم في معرفه مقرات لجانهم وبتوصلهم للجنه بهدوء وسلام بدون اي مشاكل.